أعزائي المشاهدين، أنا معتز هلال ودي قناة الحدث اليوم وبرنامجكم مين السبب. خلوني أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا النهاردة، وهو الوحدة الوطنية ورسالة للشعب المصري عشان يحافظ على تماسك البلد اللي هي مش عليها خوف نهائي أصلا. يا جماعة، مصر في رباط إلى يوم القيامة. يا جماعة، لما بنقول كلمة الوحدة الوطنية مش بنقولها ككلمة والسلام. على فكرة ده مش شعار خالص بيتعلق مثلا بحكاية أو بجملة بنرددها في مناسبات وخلاص. لا، دي معنى عايزين نقول إن ده معنى أساسا عايش جوانا، بنشوفه في كل شارع، في كل بيت، في كل موقف مصري أصيل. بيجمع بين مسلم ومسيحي على قلب رجل واحد. مصر طول عمرها بلد النسيج الواحد، بلد فيها الهلال دايما في حضن الصليب، والاتنين بيمثلوا روح وطن واحد ما يعرفش التفرقة ولا الكراهية من أول ما وعينا وإحنا شايفين المسلم والمسيحي جنب بعض. جنب بعض دايما، في المدرسة، في الجيش، في الشارع، في السوق، في الحقل مثلا زي الأراضي الزراعية وكده. حتى في الشدة الاتنين دايما بيقفوا كتف في كتف. لما بتقع أزمة أو حادث تلاقي الجيران بيجروا يساعدوا بعض من غير ما يسألوا أنت مسلم ولا مسيحي. السؤال الوحيد هو أنت بخير؟ أنت كويس؟ أنت عامل إيه؟ الوحدة الوطنية دي مش مجرد كلام رسمي، دي حقيقة مصرية فعلا وخالصة تماما. يعني شفنا مثلا أيام الحرب لما كانوا الجنود في الخنادق، محدش كان بيسأل التاني على فكرة، يعني انت بتصلي ازاي ولا فين، ولا بتصوم ازاي ولا امتى ولا فين، ولا انت صايم ولا فاطر. المهم انهم كانوا بيحموا نفس الارض وخلاص، وبيحموا بعض. كان فيهم شهداء من مسلمين ومسيحيين دمهم اختلط على تراب سيناء، علشان احنا بلد واحدة واللي بيحميها واحد. والمسيحيين في مصر مش ضيوف، المسيحيين في مصر أصحاب بيت وأصحاب وطن وأصل من أصول البلد. أكيد عندنا عقائد أو شرائع مختلفة صحيح، لكن إحنا في النهاية قلب واحد، وطن واحد. في أوقات كتير شفنا الكنيسة بتفتح أبوابها في الشدائد، والمسجد بيحمي إخواته المسيحيين وأهله المسلمين. في وقت خطر شفنا مسلم بيقف حارس قدام الكنيسة. على فكرة يعني في ليلة عيد، في أزمة، في أي حكاية، المسلم هو اللي بيروح يحمي الكنيسة أساسا، وكذلك المسيحي نفس القصة بيروح يحمي المسجد. شفنا مسيحي بيشارك في فرش المساجد على فكرة وبيساعدوا فيها. يعني أنا عندي ناس وأعرفها كويس جدا على المستوى الشخصي مسيحيين فعلا بيساهموا في بناء مساجد على فكرة وفي فرش المساجد. بيساعد جاره المسلم في صيام رمضان على فكرة. يعني احنا لو في الأرياف بالذات، لو طالعين نشتغلوا أنفار أو عمالة مع بعض في حتة معينة مسلم ومسيحي واحنا في رمضان، بيبقى المسلم صايم والله والمسيحي صايم من قلبه، علشان ما يجرحش افطاره او عشان يعني احنا ناس مراعين بعض اصلا. يعني المنظر ده مش غريب علينا، ده الطبيعي عندنا. المصري بطبعه بيحب اخوه مهما كان دينه او الاختلاف العقائدي. اساسا تلاقي المسلم داخل بيت صاحبه المسيحي في عيد الميلاد بيبارك له ويقول له كل سنه وانت طيب، وفي المعزه بيقول له برضه تعيش وتجامل والبقاء لله. والمسيحي بيبعت لجاره المسلم طبق الكحك على فكره في العيد برضه. يعني هم المسيحيين بيعملوا كحك والمسلمين بيعملوا كحك في عيد، ده بيودي لده وده بيودي لده. وعلى فكره ازيدكم من الشعر بيت، والله اعرف ناس بيعملوا الكحك والبسكوت بتاع الاعياد ده في بيوت بعض. يعني احنا في مثلا عيد اخواتنا المسيحيين تلاقي المسلمين رايحين يعملوا عندهم الكحك والبسكوت بتاعهم اساسا، وعلى العكس تماما تلاقوا نفس القصه رايحين يعملوا. طب وفي الذبايح دول بيقفوا على الذبيحه بتاعت العيد بتاعهم وياخدوا منها وياكلوا منها، ودول نفس الحكايه. ما فيهاش حاجه خالص على فكره. اصلا كمصريين انت لو شفت اتنين في ريح بعض مسلم ومسيحي ما تعرفش ده مسلم ولا ده مسيحي، وهم مصريين وخلاص، ما تعرفش تفرق بينهم. يعني اللمه دي، الحب ده، البساطه دي هي سر مصر اللي ما حدش هيعرف يفهمه اساسا، ولا حد يعرف القصه ديت غيرنا احنا المصريين. ومهما حاولت فتن او دعاوى الكراهيه تدخل بين الشعب، بيقف يقول لا احنا اخوات،
يمكن يطلع صوت هنا او هناك يحاول يشعل فتنه مثلا في وقت من الاوقات او وقت ازمه بسيطه او حاجه زي كده. فالشعب بتاعنا بفضل الله يعني على الفطره كده عارف كويس ان اللي بيحاول يفرق بينا هو نفسه عدو لنا احنا الاتنين اصلا. خلينا اقول حاجه، مهما الوحده الوطنيه او مهمه الوحده الوطنيه بصفه عامه، مش بس في الكلام. مهمه الوحده الوطنيه يا جماعه بيننا كمسلمين ومسيحيين مش في الكلام والله خالص، دي في المواقف. لما كنيسه بتتحرق لا قدر الله بتلاقي شباب المسلمين بيروحوا يساعدوا ويطفوا فيها اساسا ويساعدوا في اعمارها من اصله. لما المسجد بيتاذى تحت اي ظرف من الظروف بتلاقي اخواتنا المسيحيين بيقفوا ويقولوا احنا جنبكم. ده مش تمثيل، لا ده تمثيل من مسلم ولا تمثيل من مسيحي، ده احساس حقيقي، احساس الالفه والجيره والعشره والبلد الواحد والانتماء. طبعا ما ننساش نقول لو هنفتكر او هنتكلم عن دور الجيش المصري العظيم مبدئيا اللي بيمثل كل طوائف الشعب، في كتيبه واحده بتلاقي المسلم والمسيحي بيناموا جنب بعض وبياكلوا من طبق واحد وبيحموا وطن واحد وبيحموا بعض بنفس واحده. الجيش ده هو الصوره الحقيقيه للوحده الوطنيه ورمز الترابط ورمز الوفاء من غير تفرقة ولا تصنيف. والوحدة دي مش وليدة اللحظة، ده امتداد لتاريخ طويل من أيام مينا موحد القطرين لحد النهاردة. مصر دي بلد حضارة، واللي عنده حضارة عمرها آلاف السنين عمره ما هيقع في فخ التفرقة من شوية مصغرة وشوية مراهقين. خلينا نقولها بصوت عالي، مصر اللي علمت العالم معنى التسامح والتعايش، مصر اللي علمت العالم معنى التسامح والتعايش، مصر اللي فيها المسجد والكنيسة بيتقابلوا في شارع واحد وصوت الأذان بيختلط بصوت الأجراس في مشهد بيخلي قلبك يطير من الفخر والفرح.